السلام عليكم وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. النهارده ان شاء الله هنعمل معاكم 50 وجبه اطعام. عاملين فراخ وكفته ورز بسمتي ومحشي. في الخلاط هحط عصير 7-8 بصلات، وهضيف محتاجه 4-5 طماطميات وقرنين فلفل احمر وقرنين فلفل حامي، كل دول بيدوا لون حلو قوي للفراخ. عصير 5 ليمونات على حسب كميه الفراخ اللي انت هتحطيها. محتاجه بقى ايه نص كوبايه كاتشب كده محترمه. الفرخه بتاخد معلقه ملح كبيره، يعني معلقه شاي مليانه. وهبتدي بقى ايه اشغل الخلاط بتاعي. مش هقدر اضيف الزبادي في الخلاط لان الخلاط مش هيكفي كل الكميه. الزبادي هنا انا محتاجه 6 علب زبادي، اللي هي علب اللي ممكن علب بلدي او العلب الحجم الكبير مش الحجم الصغير. حطيت البابريكا، ضفت بقى كل الخليط دوت في طبق عميق وضفت عليه الزبادي. هضيف بقى التوابل: ملح، فلفل اسمر، بهارات فراخ، بصل باودر، توم باودر، ونص كوبايه زيت. دي مش كل كميه الفراخ، بس عشان بس الطبق ما كفاش فانا حطيت نص الكميه، فانا هحط عليها نص التتبيله، والنص التاني هضيفه على النص التاني من الفراخ، وهغلفها بستريتش ونحطها في التلاجة ليله. كل ما قعدت في التلاجة اكتر كل ما شربت من التتبيله وبقى طعمها حلو. طبعا بقى كل واحد يعمل حسب مقدرته، يعني ممكن تطلعي فرخه واحده، يكشي مناب واحد، يعني ورك واحد على حسب مقدرتك. وتاني حاجه عملتها في نفس اليوم برضو قبلها بيوم، هي اللحمه المفرومه. دوم 6 كيلو لحمه مفرومه، وجبت كيلو ليا وفرمتها وحطيتها عليها. وده التفل البصل اللي انا خدت الميه بتاعته حطيتها في تتبيله الفراخ. كل كيلو استخدمت له بصلايه كبيره، وكل كيلو لحمه حطيت لها معلقه ملح كبيره برضو. وطبعا محتاجين فلفل اسمر. طبعا انا هاخدها هديها وش تاني في المفرمه او في الكبه عشان تنعم معايا. تاني يوم بقى انا بقيت جبت الفراخ الصواني بتاعتي ورصيتها الفراخ فيها، وهغلفها بالالومنيوم فويل وادخلها فرن البوتاجاز. جبت صوابع الشيش كده 3 صوابع، ومحتاجه ميه بصل، طماطميه مبشوره، معلقتين كاتشب، ملح وفلفل اسمر وحبه زيت، وابتدي اصبع الكفته عليها. بس انا في خطوه ما جاتش هنا في الفيديو، اللي انا هضيف كيسين بيكنج باودر وهصبع وفي الصواني. ويا ريت يا جماعه يعني الفرن بقى هنعمل ايه، هننزل الفراخ تحت تستوى وتخش في استوى، ارفعها على الرف وانزل مكانها الفراخ الباقي، او انزل مكانها الكفته، بحيث يبقى مشغلين كذا، الفرن شغال كذا صواني، فحاجه تخلص كلها مع بعضها، والحاجه تبقى سخنه وتوصل للناس سخنه. هنعمل بقى الرز البسمتي بتاعنا. محتاجين كده الرز البسمتي محتاج سمنه كتير، ودي سمنه بلدي يعني سمنه بقري. يعني لما نيجي نعمل حاجه نطلعها لله، احنا لازم نكون نعملها من اكلنا احنا، من الحاجه اللي احنا بناكل منها. يعني مش باكل بسمنه بلدي واجي اعمل لهم بسمنه نباتين، لا، من الحاجه اللي انتوا بتاكليها. محتاجين 3-4 بصلات معاهم قرن فلفل، لو سلام لو حامي بيبقى جميله، بس يعني عشان جايز حد ما بيحبش الحامي، و5-6 فصوص توم هضربهم في الكبه وانزل بيهم على السمنه ياخدوا تشويحه خفيفه كده. هبدا احط 5-6 مكعبات دجاج، لو متوفر شوربه ممكن تحطي شوربه، بس انا ما عنديش شوربه فحطيت مكعبات دجاج وحطيت 2 لومي. وهبدا بقى احط البهارات. محتاجه كاري وكركم عشان يدينا اللون الحلو للرز البسمتي. معلقه كبيره من كل حاجه من الكاري ومعلقه كبيره من الكركم، واسيبهم بس كده يتشوحوا كده مع السمنه. وحطيت بقى كل كميه بهارات الكبسه دي، يعني عباره عن 2 معلقتين كبار بهارات كبسه. بعد بقى اما البصله والبهارات اتشوحت هبدا اضيف الرز. انا طبعا عامله حلتين، بس انا جايبه بس صوره حله واحده. انا عامله 12 كوبايه رز بسمتي، مج كبير عشان اعرف اظبط الميه بتاعته.
هبتدي بقى اشوح الرز تشويحه حلوه عشان يبقى كله متغلف بالسمنه، واضيف كميه الميه. كل كوبايه رز هنا خدت كوبايتين ميه. طبعا يا جماعه احنا مرحله التعبئه دي احنا ما جبناهاش في الفيديو لاننا ما كناش لاحقين، وكنا عايزين نخلص عشان نلحق نوزع قبل الفطار، لان يعني وجبات الاطعام اللي بتبقى في رمضان دي بتبقى عايزه تتعمل في وقت محدد ونبقى مخلصين عشان نلحق نوزع على الناس. وحطيت الملح، بس يبقى نخلي بالنا بس ان الملح ده احنا حاطين مرقه دجاج وفيها ملح. وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله يعني عقبال السنه الجايه والسنين الجايه ان شاء الله.